لو لسه مامي جديده تعالي اقول لك تعملي ايه. انا الدكتوره نيفال رضا، استشاري اطفال واخصائي تغذيه علاجيه وسمنه ونحس. اول ما البيبي بيتولد من جوه العمليات، من اوضه العمليات، لازم دكتور اطفال بيبقى حاضر معاه العمليات، لازم بيتشفط له، بيشيك على نفسه وعلى لون الطفل، ولازم بيتحط له اكسجين وبيتحط تحت الدفايه. ده اساسي علشان خاطر وظائف الطفل كلها تبقى مكتمله وتشتغل مظبوط. طبعا انت بعد كل ده ما بتشوفيهوش، البيبي بيخرج لي بقى من جوه، لازم تتاكدي وتطمني على حاجات مهمه جدا فيه. اول حاجه نفسه، ان ميبقاش عنده ضربات سرعه في النفس، ولونه ويبقى لونه احمر، ما يبقاش فيه زرقان او فيه غمقان. لازم يكون بيرضع وبدا فعلا ان هو يرضع، وتحطيه على صدر مامته. اهم حاجه بعد الولاده على طول بنص ساعه، ودي اهم نقطه عشان الرضاعه الطبيعي تبدا مظبوط وتبدا صح وتبقى فعلا تكمل. تالت حاجة، لازم البيبي الإخراج بتاعه يبقى مظبوط، لازم تشيكي على جسمه كله. ساعات بيبقى فيه زرقان في جسم الطفل، في ظهره أو في المقعدة من ورا أو في رجليه، ده طبيعي جدا. بيبقى مكان زنقة البطن، وده بياخد وقت وبيروح، مفيش مشكلة، وممكن يطول معانا لحد السنة الأولانية وملوش أي علامة ولا ليه أي علاقة بأي حاجة. فده عادي، المهم ان الام تبقى مطمنه ان دوت هيروح على نهايه السنه الاولانيه ان شاء الله هيروح، ملوش اي دلاله لاي حاجه، فما تخافيش. تاني حاجه، لازم اول ما يخرج البيبي من اوضه العمليات لازم يتحط على صدر مامته في خلال النص ساعه الاولانيه. دي اهم حاجه علشان الرضاعه الطبيعيه تبدا تبقى بطريقه سليمه، واللبن يبدا ينزل للام. في حاجة مهمة كمان، ان الام نفسها يبقى عندها استعداد للرضاعة الطبيعي. في امهات بتبقى ما عندهاش استعداد وبتبقى عايزة تريح نفسها ومش عايزة تتعب نفسها، ففي الحالات اللي زي كده مش هينفع ان يبقى فيه رضاعة طبيعي. نمرة واحد في الرضاعة الطبيعي لازم يبقى فيه استعداد نفسي من الام، لازم البيبي يتحط على صدر مامته على طول في النص ساعة الاولانيين بعد الولادة، حتى لو كانت قيصرية ممكن حد يحطه على صدرها. تالت حاجة، ان الام لازم تكمل على الفيتامينز بتاعتها اللي كانت بتاخدها وقت الحمل، ما تقطعهاش خالص. رابع حاجة، الغذاء المظبوط، ان هي لازم تتغذى مظبوط ولازم تاكل كويس جدا. غذاء الام مهم جدا، لان انا بغذي الام عشان انشئ طفل سليم وصحته سليمة ومظبوطة.